كما لاحظتم يعني لقاء اليوم كان لقاء هام جدا، لأنه هو يعني نوضع اللمسات الأخيرة على المراحل الأخيرة لهذا البرنامج الهام اللي هو برنامج يعني التمكين الاقتصادي للنساء. ويعني في الأيام القليلة اللي نبدأ إن شاء الله نعطوا التمويل، وفي نفس الوقت كذلك يبدأوا المواكبين اللي هما في المكونين اللي لا يبدأوا يواكبوا هذه المشاريع اللي اخترعوها يعني هذو النساء. ونظن على أن هذا البرنامج برنامج مهم جدا، برنامج اللي يعطي فرصة ل4000 امرأة باش تولج يعني عالم المقاولة وعالم يعني بيزنس. وبالتالي يعني إن شاء الله نتمنى بأن إن شاء الله تكون تجربة ناجحة وتتعمم إن شاء الله على مستوى وطني، بالعلم بأن هذه التجربة اللي عندنا هي تجربة رائدة. لماذا؟ لأنها أولا يعني تمت العولمة، يعني لا نيميريزاسيون، يعني تمت عولمة يعني باش تعود النساء يقدروا يدخلوا في يدخلوا بار انترنت، يدخلوا مباشرة ويشوفوا برامجهم. وهذا يعني جانب مهم جدا لما في الحقيقة يفتقد على مستوى وطني. المثل الثاني هو أنه كذلك لم نقبل عن فئة هامة جدا، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي عندنا واحد من المكونين يعني مختص في هذا الميدان وشرف على تكوينهم. وبالتالي يعني أنا أظن على أنه هذه التجربة يجب بأنها يعني ستفيد إن شاء الله في هذه البرامج، في آفاق هذه البرامج، آفاق تكوين وآفاق يعني إنجاز هذا النوع من البرامج في المستقبل. وشكرا. الأسئلة ويصل شي حول ضخمة، واش هو طبعا المستفيدات على أنه مستمر كما كان مخطط له من اليوم الأول؟ طبعا البرنامج أولا هذه الدفعة الأولى فيها 4000، واللي نبدأوا في الأيام القليلة إن شاء الله القادمة نبدأوا التمويل، يعني ندفعوا للناس تمويل طبقا لأنه أنتم تعلمون بأنه مرت بعدة مراحل، مرحلة التكوين، مرحلة كذلك اختيار القطاعات اللي تعود فيهم هذا النساء، ومرحلة كذلك التجميع في بعض الوحدات بغاو يجتمعوا مع بعض، وحدات كذا وحدة لا وحدة هكذا. والآن مر المرحلة الحاسمة، مرحلة التمويل، ومعها كذلك المواكبة اللي يواكبون المكونين باش ينعتوا لهم حتى بعض التمويلات يعني المكملة عن طريق يعني مؤسسات تمويل موجودة على مستوى وطني، واللي تفيد النساء باش حتى اللي خاصها تمويلات تقدر تزيد تمويل مع ذا التمويل اللي نعطى لها من عند الحكومة. اليوم نحن في لا سيرموني دو كلوتور تم توزيع شواهد تكوينات على المكونين اللي تكلفوا لنا مرحله في تكوين العلايات على طول شهرين. هاي المرحله الاولى الحمد لله تخطت بنجاح، قدينا نعرفوا مجالات تكوين، مجالات الانشطه اللي اختارت العلايات اللي تصدر فيهم مجال التجاره وعقبها الصناعه التقليديه. هاي المرحله هي اللي وجدتنا باش ان شاء الله نواكب العناية على اكمل وجه. شكرا.